يا مساء الفل على كل حبايبنا. قبل ما نبدأ الفيلم ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. بيبدأ الفيلم سنة 1984 في كولومبيا مع العقيد نيد والضابط ري اللي شغالين في قسم المتفجرات في الجيش، وبيكونوا في مهمة لإنهاء حياة تاجر ممنوعات هيعدي من على الجسر فوق السد. فبيروح ري وبيزرع المتفجرات تحت الجسر، وبيحضر ند جهاز تفجير، وبيستنوا عربية تاجر الممنوعات. وبمجرد ما بتوصل العربية للجسر بيظبط ند مؤقت التفجير على دقيقة، ولما ري بيشوف العربية بيلاحظ إن في طفلة موجودة مع تاجر الممنوعات، فبيطلب من ند إن هو يقفل المؤقت ويأجل العملية، لكن ند بيرفض وبيرمي الجهاز في النهر. وساعتها بيجري ري بأقصى سرعة ناحية المتفجرات علشان يوقفها يدوي، وبيلحق أول قنبلتين بس مش بيقدر يلحق الأخيرة. وفي اللحظة دي بتوصل للعربية وبتنفجر القنبلة وبتدمرها، وبينط ري في النهر بسرعة قبل ما يتصاب. وأول لما بيخرج بيلاقي ند مستنيه وموجه السلاح ناحيته، وبيفهمه ند إن هو علمه كل حاجة وفي النهاية كان عايز يخالف أوامره. وبيفضل يضرب في ري وبيسيبه وبيمشي، لكن ري بيهجم عليه وبيفضل يضرب فيه بكل قوة، وبيعرفه ان هو زي ما قضى على الطفلة بدم بارد هو كمان هيقضي على مستقبله وهيبلغ الجيش باللي حصل. وده معناه ان هما الاتنين هيطردوا من شغلهم. وبعد 10 سنين في ولاية فلوريدا وتحديدا في مدينة ميامي بنعرف ان ري اتحول لقاتل مأجور بعد لما اتطرد من الشغل، لكن مش بيقبل غير العمليات اللي بتجيله للناس اللي تستحق انهاء الحياة فعلا. واثناء ما كان قاعد في ملهى ليلي بيجيله ايميل من واحدة اسمها مايا بتسيب له رقمها وبتقول له انها محتاجاه في مهمة ضرورية. وساعتها ري بيتصل بيها من كابينة في الشارع لانه مش بيعمل اي مكالمات غير من كباين التليفون دي، وبيسألها عن نوع المهمة. فبتفهمه مايا انها عايزة تخلص على 3 اشخاص، لكن ري بيرفض وبيعرفها ان المهمة دي مش محتاجة خبير متفجرات وممكن تشوف حد تاني غيره يقوم هو بالعملية دي، او حتى تلجأ للقانون وتبلغ عنهم. لكن هي بتبلغه ان هم خلصوا على ابوها وامها قدامها بدم بارد، وانهم واصلين جدا لدرجة انهم اشتروا القانون. وبتفهمه انها كلمته لانها سمعت ان هو محترف وان هو الوحيد اللي يقدر ينتقم ليها من اللي خلصوا على اهلها، وبتطلب منه ان هم يتقابلوا علشان تقوله على كل التفاصيل. لكن ري بيرفض وبيعرفها ان هو مش بيقابل العملاء بتوعه ولا بيقوم بمهمات في ميامي، وبيقفل معاها السكة. وفي طريقه للبيت بيلاقي قطة ماشية وراه في الشارع، فبيقرر ان هو ياخدها ويربيها وبيسميها تايمر. وبنعرف ان هو مش بيركب غير اتوبيس عام، وده علشان يأمن نفسه وند ما يقدرش يوصل له وينتقم منه على اللي عمله ليه. وتاني يوم بيقرر ري ان هو يراقب مايا، فبيروح للبيت اللي هي عايشة فيه وبيراقبها من بعيد. واول لما بيشوفها بيعجب بجمالها، وبعدها بتروح مايا للمقابر علشان تزور ابوها وامها. وبيفضل ري ماشي وراها وفي نفس الوقت بيسمع تسجيل المكالمة بتاعتها وهي بتحكي له عن اللي حصل بالتفصيل لما ال3 أشخاص خلصوا على عيلتها، وبتقول له إنها عرفت إن القائد بتاعهم واحد اسمه توماس. وبنعرف إن هم خلصوا عليهم بسبب إن أبوها شاف حاجة خاصة بشغلهم ما كانش ينفع يشوفها. وفي آخر المكالمة بتعرفه إن هو لو ما ساعدهاش هتنتقم منهم بنفسها. فبيفهمها ليه إنهم هيكشفوها وهتعرض حياتها للخطر، خصوصا إنهم مجرمين ومش سهل واحدة زيها تخلص عليهم. فبتعرفوا انها خلت واحد يعمل لها هوية مزيفة باسم ادريانا هاستنج. وبالليل بيقعد ري في المخبأ السري بتاعه وبيبدأ يجمع كل المعلومات عن حادثة اهل مايا، وبيفكر لو هو هيساعدها ولا لا. وبيتكلم مع القطة تايمر وبيقول لها ان هو قرر يساعد مايا. وفي الوقت ده بيكون في حفلة عاملها راجل اعمال اسمه جو بمناسبة افتتاح البنك الجديد بتاعه، واذ بينا بنعرف ان جو ده يبقى ابو توماس اللي خلص على أهل مايا، وإن نيد شغال مع جو وهو اللي طور له منظمة الأمن بتاعه. وبيطلب نيد فلوسه من توماس على آخر مهمة هو عملها له، لكن توماس بيتعامل معاه بطريقة مش كويسة وبيسلمه جزء بسيط من الفلوس. فبيتضايق نيد جدا وبيعرفه إنه لولا اللي هو عمله وتطويره لمنظومة الأمن كان زمانه في مشاكل دلوقتي مش قادرين يحلوها. وبيطلب منه يديله فلوسه كاملة. وبتوصل مايا للحفلة على أساس إنها واحدة من المدعوين، وبتتعمد إنها تمشي قدام توماس علشان تلفت انتباهه. وفعلا بيروح توماس يتكلم معاها وبيتعرفوا على بعض، وبيطلب منها إنها ترقص معاه. وأثناء ما كانوا بيرقصوا بيبان عليها إنها متضايقة جدا، لكن بتبقى مجبرة تتقرب منه لحد لما تلاقي الوقت المناسب اللي هتنتقم منه فيه. وبيعرفها توماس ان هو هيبعت لها السواق بتاعه بكره علشان يفرجها على ميامي، وساعتها نيد كان بيراقبهم من بعيد. وتاني يوم بيروح ري علشان يراقب مايا، ولما بيركب الاتوبيس بيلاقي مجموعة من الشباب بيضايقوا الركاب، فبيطلب منهم يقعدوا بهدوء وما يضايقوش حد، لكن هم بيسخروا منه فبيهجم عليهم وبيضربهم وبيخلص عليهم كلهم. وفي نفس اليوم بيخرج توماس مع مايا وبيروحوا يقعدوا في كافيه، وبيعرفها ان هو هيوديها اماكن عمرها ما راحتها. وساعتها بيوصل واحد من رجال توماس
اسمه تشارلي، وبيروح له توماس وبيبدأوا يضربوا شخص قاعد في الكافيه كان شغال معاهم وشاكين ان هو جاسوس للشرطة. ولما مايا بتشوف تشارلي بتفتكره على طول لان هو كان واحد من اللي خلصوا على ابوها وامها، ومش بتقدر تستحمل وتخرج من الكافيه. وبيبقى ري بيراقبها، وبيخرج توماس وراها وبيبقى متضايق انها خرجت من غير ما تقوله، وبيحذرها انها لو ما اتحركتش بعد كده الا بامره هتشوف منه وش تاني. وبيركبوا العربيه وبيبداوا جولتهم في ميامي. وتاني يوم بالليل ري بيراقبهم وهم بيرقصوا في مالها ليلي، وفي نفس الوقت بيسمع تسجيل المكالمات بتاعت مايا وهي بتحكي له انها بتبقى مضايقه جدا لما توماس بيقرب منها، لانها مش متخيله ان الشخص اللي خلص على عيلتها بيرقص معاه، بس هي مضطره تعمل كده علشان تنتقم منه. وفي المكالمة بيفهمها ري إن مش شرط تقرب منه علشان تخلص عليه، لكن مايا بتعرفه إنها عايزة تشوفه وهي حياته بتنتهي قصادها زي لما شافته وهو بيخلص على أهلها قصادها. وبيخرجوا من الملهى الليلي، وبعد لما بيخلصوا بترجع مايا للبيت وهي منهارة بسبب قربها من توماس اللي بيزيد يوم بعد يوم. وبيجي لها اتصال من ري وبيعرفها إن هو موافق على المهمة، لكن على شرط إنها ما تقابلش توماس تاني ولا يبقى ليها علاقة بالموضوع. وبيفهمها إن هو هيقوم بكل حاجة لوحده لحد لما يخلص عليهم كلهم، وبيطلب منها انها ما تحاولش تتواصل معاه وهو اللي هيكلمها بنفسه. وبيأكد لها انها لو في اي وقت غدرت بيه مش هيتردد لحظة ان هو يخلص عليها. وبعد لما بيقفل معاها بتشوفه مايا من الشباك وهو خارج من كابينة التليفون قصاد بيتها. وبيقرر ري ان هو يبدأ بتشارلي اول واحد في المهمة، فبيروح للحانة بتاعته وبيستنى لما بيدخل اوضة المدير وبيثبت قنبلة على الباب من غير ما اي حد يلاحظ. وبيفضل قاعد مستني تشارلي يخرج، وبمجرد لما بيشوفه رايح ناحية الباب بيفعل القنبلة فورا. ولما تشارلي بيفتح الباب بتنفجر القنبلة فيه وحياته بتنتهي فورا. وبعدها بيرجع ري للمخزن بتاعه وبيكون طالب حاجات من الماركت وبيجيبها له هنري عامل التوصيل. وبيبقى هنري متعود ان هو يسيب لري الحاجات قدام الباب، وري كمان بيكون سايب له الفلوس في نفس المكان. وبعد لما بياخد الفلوس بيرن الجرس وبيمشي، فبيخرج ري ياخد الحاجات وبيدخل ياكل القطه تايمر، وبيشغل جهاز الامن اللي مركبه في المخزن وبيطمن ان مفيش اي اختراق حصل اثناء وجوده بره. وبيفضل يتمرن وبيسمع تسجيلات المكالمات اللي حصلت بينه وبين مايا بعد العمليه على طول، وبتشكره فيها على هو عمله، وبتطلب منه انها تساعده في التخلص من الاتنين الباقيين، لكن هو بيرفض على طول. فبتفهمه مايا انها عارفه ان هو لسه بيراقبها لحد دلوقتي وانها معجبه بيه، وبتطلب منه انها تقابله، بس ري بيرفض. وفي نفس الوقت ده بيروح ند للفيلا بتاعت جو وبيعرفه ان تشارلي مات بقنبلة معمولة باحترافية عالية جدا، وانه اكيد اللي عمل القنبلة دي بيخطط لحاجات تانية ممكن تكون اغتيال جو ذات نفسه. فبيقلق جو جدا وبيأمره ان هو يعرف الشخص ده ويتصرف معاه، لكن ند بيفهمه ان الشرطة موجودة في كل مكان وهو عايز يتعامل من غير ما حد يتعرض لطريقه. فبيعرفه جو ان هو هيستغل معارفه وهيخليه يشتغل في الشرطة بشكل رسمي علشان يعمل اللي هو عايزه. وفعلا بيقابل داني مدير شرطة ميامي وبيطلب منه يعين ند في الشرطة في قسم المتفجرات، وده لان ند كان شغال في نفس القسم في CIA وعنده خبرة كبيرة وهيساعدهم في حل قضية تشارلي. فبيوافق داني وبيديله جو فلوس مقابل خدمته دي. وتاني يوم بيروح ند قسم المتفجرات بعد لما اتعين فيه من ضمن فريق البحث في قضية تشارلي، وبيسأل رئيس القسم عن اللي وصل له. فبيعرفوا الرئيس انهم كانوا بيراقبوا الحفلة بتاعت جو وبيدوروا ورا كل شخص ممكن يبقى ليه علاقة بانهاء حياة تشارلي، وبتكون مايا من ضمن الناس اللي بيدوروا وراها. واول لما ند بيشوفها بيطلب منه يدور على المجرم ويسيب الناس اللي في الحفلة ليه هو. فبيعترض رئيس القسم جدا وبيفهمه ان هو مش بياخد الاوامر من عميل سابق، وساعتها ند بيتضايق جدا من كلامه. فبيستخدم مجموعة من ادوات بدائية كانت موجودة على المكتب، وفي ثواني بيصنع منها قنبلة على هيئة قلم وبيظبطها على 20 ثانية وبيسلمها لرئيس القسم علشان يفكها. بس رئيس القسم بيفضل يترجاه علشان يوقفها وبيقول له انها وصلت وجهة نظره ليه، وبيعتذر له على اللي هو قاله. وعلى اخر ثانيه بيوقفها ند بكل بساطه لما بيدوس على القلم. واتباع توماس بياخدوا مايا بالطياره الهليكوبتر بتاعته علشان يفرجها على القصر الجديد اللي هيعيشوا فيه، وبتروح مايا معاه رغم ان ري طلب منها ما تقابلوش تاني، وده لانها مصممه تشوفه وهي حياته بتنتهي قصادها. وبالليل بيبتدي ري ينفذ تاني خطوه في مهمته وبيحضر لانهاء حياه سترونج ارم الشخص الثالث اللي كان مع توماس وتشارلي. وبيروح سترونج ارم يسهر مع اصحابه وبيسخروا منه وبيقولوا له ان ممكن السجاير بتاعته تكون مفخخه، فبيمشي وبيسيبهم وهو قلقان وخايف من كل حاجه حواليه. لكن لما بيوصل للجراج وبيفحص العربيه بتاعته قبل ما يتحرك وفعلا بيلاقي قنبله مزروعه تحت العربيه، فبيشيلها علشان يطمن اكتر. بيخلي حارس الجراج يسوق العربيه ويحركها هو من مكانها. وساعتها ري كان بيراقب الجراج من بعيد، ولما سترونج ارم بيطمن ان العربيه بقت تمام بياخدها من الحارس وبيتجه نحو المخرج، وبيتفاجئ ان القنبله مزروعه في جهاز التحكم بتاع بوابه الخروج. بس المره دي مش بيلحق يهرب
والقنبلة بتنفجر فيه قدام عين ري، وبيوصل نيد مع قوات الشرطة وبيعاينوا مكان الحادث، ولما بيشوف طريقة صنع القنبلة بيعرف إن ري هو اللي عملها. وبعدها بيروح نيد للقصر بتاع توماس وبيقابل مايا هناك وبيضربها بالقلم وبيقول لها إنها لسه لحد دلوقتي ما سلمتلوش ري. وهنا بنعرف ان مايا شغاله لحساب نيد اصلا، وان هو اللي عمل لها الهويه المزيفه، وان كان في بينهم اتفاق ان هو يساعدها تتخلص من اللي خلصوا على اهلها في مقابل انها تسلمه ري. لكن ري خلص على 2 لحد دلوقتي وهي ما سلمتلوش اي حد. فبتفهمه مايا انها حاولت كتير تخليه يقابلها بس هو اللي كان بيرفض دايما. فبيعرفها نيد انها لو ما سلمتلوش ري قبل لما يوصل لتوماس هو اللي هيخلص عليها. وفي اللحظه دي بيوصل توماس وبيسال نيد هو بيعمل ايه في القصر بتاعه، فبيفهموا نيد ان هو جاي علشان يحميه. فبيتضايق توماس جدا وبيعرفوا ان هو مش محتاج لحمايه وان هو سايبه بس علشان ابوه محتاجه، وان هو مجرد ما تيجي الفرصه مش هيتردد لحظه في ان هو يخلص عليه. لكن نيد مش بيديله اهتمام وبيسيبه وبيمشي. وفي الوقت ده كان ري قاعد في المخزن بتاعه وبيصنع القنبله اللي هيفجر بيها توماس ويخلص عليه، وبيتعامل معاها بحرص شديد لانه هيزرعها المره دي في فنجان قهوه. وتاني يوم الصبح بيكون توماس في النادي وري بيراقبه من بعيد ومستني الوقت اللي توماس متعود يشرب فيه القهوه. وبعد لحظات بيجي الويتر بعربية القهوة بيسيبها وبيمشي، فبيفعل ري القنبلة من جهاز التحكم وبيروح يبدل الفنجان الحقيقي بالفنجان اللي فيه القنبلة من غير ما حد يلاحظ. وبعدها واحد من رجالة توماس بيدخله القهوة بتاعته، وفجأة مايا بتدخل للأوضة اللي فيها توماس، فبيحاول ري يوقف القنبلة بسرعة من خلال جهاز التحكم بس بيفشل. وبتبص مايا لتوماس وهو بيشرب القهوة وبتقوله على اسمها الحقيقي، وساعتها القنبلة بتنفجر فيه وبتشوفه وهو حياته بتنتهي قدامها زي لما كانت عايزة بالظبط. وفي نفس اليوم ري بيحاول يتصل بمايا علشان يطمن عليها، فبيروح بيتها وبيبص على اخر ارقام اتصلت بيها وبيكتشف ان هو اخر واحد كلمته، وبيعرف انها احتمال كبير تكون حياتها انتهت في الانفجار. وبيروح نيد لجو وبيعتذر على اللي حصل لابنه، لكن جو بيكون منهار وبيحمله مسؤولية اللي حصل لتوماس وبيأمره يجيب له الشخص اللي خلص عليه قبل ما يدفن ابنه والا هيخلص عليه في نفس اليوم. وبيرجع نيد للمكتب بتاعه وبيبتدي يدور على مايا لانه عارف انها اللي هتوصله لري، بس بيجيله خبر ان مايا حياتها انتهت في الانفجار وجثتها موجوده في مشرحه المدينه. فبيعمل اعلان في الجريده باسمها وبيحط رقمها، وبيشوف ري الاعلان وبيفرح انها لسه عايشه، فبيروح على طول يكلمها من كابينه في الشارع. وفي نفس الوقت ده بيكون نيد قاعد مستني الاتصال من ري، وبعد مجموعه كبيره من المكالمات فجاه بيجي اتصال وبيعرف ان هو من ري. فبيطلب نيد من واحده في المكتب انها تتكلم معاه وتحاول تعرف مكانه، بس ري بيفهم ان هو فخ وبيطلب منها انها تخلي نيد يتكلم معاه، وبيفضل يستفزه ويتهمه بان هو بينهي حياه ناس ابرياء. فبيتعصب نيد جدا وبيرد عليه وبيأكد له ان هو هيوصل له وهينتقم منه لان هو دمر له حياته. لكن ري بيقفل المكالمه قبل ما توصل لدقيقه، وبيكتشف نيد ان هو عمل كده علشان الشرطه ما تقدرش تحدد مكانه. وبيعرف ري ان مايا حياتها انتهت وبيروح للجنازه بتاعتها، وهناك بيكتشف انها مش مايا، فبيشك ان نيد عمل له فخ من جديد علشان يمسكه. لكن فجأة بتدخل مايا وبيعرف ري انها لسه عايشه وبيفتشها وبياخد منها المسدس اللي معاها وبيمشوا من المكان. وبعد لحظات بيوصل نيد للجنازة وبيكتشف هو كمان إنها مش مايا وإن مايا عملت اللعبة دي علشان تخدعه. وفي نفس الوقت ده بيوصل ري ومايا للفندق تحكي له إنها لما راحت للمستشفى بدلت هويتها بهوية واحدة حياتها انتهت. وقتها هما الاتنين بيعترفوا لبعض بحبهم، ولما بيصحى ري من النوم بيكتشف ان مايا مش موجوده وسايباله رساله بتقول له ان هو ما ينفعش يثق فيها. وفي نفس اليوم نيد بيمسك مايا وهي خارجه من الفندق وبيعرفها ان هو كشف اللعبه اللي هي عاملاها، فبيتفهموا مايا انها عملت كده علشان توقع ري وتسلمه له. وفعلا خطتها نجحت وري موجود في الأوضة دلوقتي، فبيؤمر واحد من رجالته بأن هو يفضل معاها وبياخد الباقي وبيطلعوا الأوضة. وقتها مايا بتشوف واحدة بتتكلم في تليفون ودخلت الحمام، فبتقول للشخص اللي معاها إنها تدخل الحمام وهتخرج على طول. ولما بتدخل بتاخد الموبايل من الست وبتتصل بري على طول وبتعرفه إن نيد في الفندق. فبيبتدي ري يعمل أفخاخ في الأوضة وبيستعد للعصابة بتاعت نيد، وفعلا بيوصلوا وبيدخل 3 من رجالة نيد للأوضة علشان يفتشوها. وبيستنى نيد بره، وواحد منهم بيلاقي سماعة التليفون مرفوعة فبيرجعها مكانها تاني، وبيحاول نيد ينادي عليه علشان يحذره بان هو فخ، بس بيكون فات الاوان تنفجر الاوضة كلها. فبينزل نيد بسرعة علشان يلحق ري قبل ما يهرب، وساعتها كان ري في طريقه للخروج وبيتخلص من اتباع نيد. وبعدها نيد بياخد مايا وبيوديها لجو وبيعرفه انها عملت فخ لابنه وخلصت عليه، وبتكشف مايا عن هويتها
وبيعرف جو إن توماس خلص على أهلها قدامها وهي طفلة، لكن جو بيعرفها إن مفيش حد بيدي أوامر إنهاء الحياة غيره، وإن هو اللي أمر بإنهاء حياة أهلها. وبيعرفوا ند إن هو محتاجها علشان يوصل لري، وبعد كده هيجيبها له ينتقم منها زي ما هو عايز. وبيتصل ري بمايا وبيكون ند معاها تطلب منه ان هما يتقابلوا، بس ري بيرفض لانه هو شاكك انها ممكن تعمل له فخ تاني. فبتحاول تطمنه وبتفهمه انها بتحبه، وساعتها بيوافق ري وبيديها العنوان لان هو كمان بيحبها. وقبل ما تقفل بتقول له يفتكر اخر جمله كتبتها له قبل ما تسيبه. وقتها ري بيعرف انها ما كانتش لوحدها وبيفهم التحذير، وفعلا بتروح على طول تقابله. وبيحط ند ميكروفون في هدومها علشان يسمع اللي بيحصل، وبيحاصر المكان برجالته من كل اتجاه. واول لما بتدخل مايا بيسمع ند صوت ري، وفجأة المكان كله بينفجر، وبيقدر ري ومايا ان هم يهربوا بالمركب في النهر. وبيرجع ند للمكتب بتاعه وبيسمع مكالمات ري ومايا، وبيعرف ان مكالماته بتتم من كباين في الشارع، وان هو بيستخدم الاتوبيسات. وبالمعلومات دي بيقدر يحدد محيط المكان اللي هو عايش فيه، وعلى طول بيروح يسأل المحلات اللي في المنطقة لو كانوا شافوه. وبيعرفوا صاحب الماركت بان هو ما شافوش قبل كده. وساعتها بيوصل هنري، ولما ند بيسأله عن ري بيقول له هنري على مكان بيته. فبيستدعي ند قوات من كل الأقسام وبيحاصروا المكان، وبيكتشف إن ري مأمن المكان بالمتفجرات. فبيقرر يتصرف بنفسه وبيعمل قنبلة صغيرة وبيفجر بيها الباب. ولما بيحاول ري ان هو يهرب هو ومايا بيدخل ند وبيوجه ناحيته السلاح، وبيعرف ان هو لو هرب هيخلص على مايا، وده لانه زرع قنبله في علبه السجاير بتاعتها. لكن ند ما يعرفش ان ري كان زرع قنابل تحته في كل مكان. وفجاه ند بيدوس على قنبله وبتنفجر وبتطيره بعيد. فبياخد ري من مايا علبه السجاير اللي فيها القنبله بمنتهى الحذر، وبيطلب منها انها تبعد. وساعتها بيرمي العلبه وبتنفجر بعيد، وبيهرب هو ومايا والقطه تايمر من نفق تحت المخزن. وأول لما بيهربوا بتنفجر كل القنابل اللي ري زارعها وبتدمر المخزن. وتاني يوم بيجي لجو خبر انفجار المخزن وإن ري ومايا وند حياتهم انتهت، وبيفرح جدا بالخبر ده. وبيطلع الجواب اللي جاله وبيقراه، وبيلاقي فيه سلسلة جواها صورة مايا وعيلتها، وفجأة بتنفجر فيه وحياته بتنتهي. وكده تكون مايا انتقمت من كل اللي خلصوا على عيلتها، وبتقرر تبدأ حياتها من جديد مع ري. ولحد هنا انتهى فيلمنا، ويا رب يكون عجبك. ولو حابب تشارك في رأيك في الكومنتات يا ريت تعمل كده، وما تنساش تشترك وتفعل الجرس. سلام.